الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا الفترة اللي فاتت اتكلمنا على مواضيع تقيلة شوية، وكان برضو الإضاءة وكل حاجة كانت مختلفة عن العادي وعن اللي أنا أسلوبي اللي أنا بستخدمه في العادي، إن أنا أبقى في الشارع ورايا مناظر طبيعية. ولسه اللي جاية أحلى، يعني أنا في مواضيع كتير لسه حابب إن أنا أتكلم عليها من نفس الوتيرة، سواء ليها علاقة بالمجتمع أو بالسياسة أو بالحاجات اللي احنا بنمر بيها وبنعيشها، يعني اللي محدش قوي بيتكلم عنها أو بيوصفها قوي لأيا كانت الأسباب. بس انا حابب في الفيديو ده ان انا اتكلم عن حاجتين اساسيتين. اول حاجه ان انا اشكركم، لان الفتره اللي فاتت القناه كبرت الحمد لله حبه حلوين جدا، يعني اكتر من 2000 سبسكرايبر جداد في الشهر اللي فات واكتر من 100,000 مشاهده. دي حاجة أنا ما عملتهاش من ساعة ما بدأت القناة، فالحمد لله الحمد لله، شكرا جزيلا على مجهودكم معايا وعلى إن انتوا بتتفرجوا بتنتراكتوا، يعني بتتفاعلوا مع الفيديوهات وتكتبوا كومنتات أو لايكات أو تعملوا شير وكل الكلام ده. والحاجة التانية بقى، عشان كده أنا بذكر الموضوع ده، هو أنا عايز أوريكم أنا عملت إيه أو الفلوس اللي أنا عملتها من خلال يوتيوب خلال 2025 من ساعة ما أنا عملتها لحد دلوقتي. أول فيديو بدأنا فيه هو كان 15 12 2024، ده أول فيديو نزلته. فعدت 12 15 12 ل 2025 تميت السنة على القناة، وبعدين احنا دلوقتي في أول أسبوع من فبراير. ففي الفترة دي كلها 2025 كلها ما عملتش فلوس خالص، تقريبا يعتبر 2 يورو اللي عملتهم، يورو في يوم ويورو تاني في يوم تاني قبل ما انا اقفل الاعلانات. لان انت لما بتبتدي قناتك على يوتيوب جديدة بتحتاج ان انت توصل على الاقل ل 1000 سبسكرايبر، وتبقى ال 1000 سبسكرايبر او ايا كان الناس يعني اللي بتتفرجوا على فيديوهاتك وصلوا ل 4000 ساعة مشاهدة عشان تبتدي تعمل فلوس. غير كده اولا مش هتقدر تقفل الاعلانات، ثانيا الفلوس اللي بتيجي من الاعلانات رايحة لليوتيوب، فانت بدايتك كلها الاعلانات شغالة مش هتقدر تقفلها. وحاجة تانية ان يوتيوب هو اللي بيستفاد منهم، يعني حتى انت مش قادر تستفاد منهم حتى لو انت مفتوحين غصب عنك، بس مع ذلك يعني. فاحنا دي حاجة احنا وصلنا لها في الاول خالص الحمد لله يعني. تمام. عايز بقى اوريكم الموضوع في الشهور شكله عامل ازاي. يناير مفيش اي حاجة، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، كله مفيش دخل خالص خالص، ما بيخلكش دخل للاسف. انا كنت حابب ان انا بقى اوريك اللي هو ايه، الشغل بقى اللي هو بتاع يلا انا اوريك عملت 2000 و3000 و4000 يورو في الشهر وكل الكلام ده من يوتيوب. ولكن الحقيقه الصادمه بالنسبه لي، انا كنت متخيل الموضوع يبقى بشكل مختلف شويه، ان انت على الاقل هتاخد فلوس على عدد الفيوز اللي انت بتحققها، عشان ما زال الناس على يوتيوب والبلاتفورم بتاع يوتيوب، فيوتيوب مستفيد. لكن الواقع طلع عكس كده. الواقع هو ان انت لو مش مشغل اعلانات مش هيخش لك اي نوع من انواع الدخل من يوتيوب اطلاقا. ودي حاجة ممكن الواحد ما يبقاش عارفها، او الناس اللي بتتفرج، انت بتحب ناس صانعين محتوى معينين ومتخيل ان هم لو هم قافلين الاعلانات او مشغلينها ان هم بيخش لهم دخل تاني. الدخل على يوتيوب بيبقى يا اما من الاعلانات بتاعت يوتيوب دي، او السوبر ثانكس اللي هو الناس لما بتبقى حابه ان هي تشكر حد، وفي الحاله دي يوتيوب بياخد 30% منها و70% بيروح للشخص. يعني انت لو حبيت ان انت تشكر حد ب 10 جنيه على الفيديو، حبيت تشكرني ب 10 جنيه على الفيديو ده، انا هيجي لي منهم 7 ويوتيوب هيروح له 3، كانهم ضرايب. يعتبر 30% ده رقم كبير جدا. الحاجه التانية، لو انت عندك باتريون او ايا كانت الصفحه اللي انت بتقول خلاص انا مش شغال اعلانات والناس تدعمني على باتريون او ايا كان، باتريون برضو بياخد تقريبا 30% او 25% 20%، محتاج ان انا اتاكد من الرقم، بس هو حاجه مشابهه. فعشان كده الموضوع صعب جدا. والحاجة الأخيرة برضو اللي عايز أقولها، إن يوتيوب برضو لما هو بيبقى أنت مشغل إعلانات هو بياخد 45% وأنت بتاخد 55%. فيعني حتى لو أنت مشغل الإعلانات مش بتاخد الربح كامل من الإعلانات دي على فيديوهاتك الشخصية، لا يوتيوب بياخد يعتبر نصها. فكل الحاجات دي بتقولك إن أنت لو عايز تبقى صانع محتوى وتعمل حسابك ان انت هيخش لك دخل او مكسب او ايا كان من اليوتيوب، لو انت مش هتشغل اعلانات مش هيخش لك. لو انت الناس ما بتعملكش سوبر ثانكس والكلام ده مش هيخش لك. الحاجه الاخيره هي السبونسورشيبس. يعني ايه؟ يعني انا شركه عصاير، منتج معين، كاميرا معينه، لابتوب، ايا كان، في شركه معينه عايز تروج تعمل اعلان للمنتج بتاعها، فتيجي تقول لي عبد الرحمن احنا عارفين ان احنا بنتفرج على قناتك على كل فيديو على الاقل مثلا 5000 بني ادم مثلا، فاحنا على اساس ال 5000 بني ادم اورجانيك فيوز، يعني فيوز طبيعيه مش مجبره مش عارف ايه،
احنا هنديك المبلغ الفلاني 500 ألف 2000 على حسب كبر القناة وعلى حسب الناس المتابعين دول ايه اصلهم فين بيشتروا القوة الشرائية بتاعتهم، يعني ليه حسابات كتير. وبناء عليه هو بيقولك انت انا هديك المبلغ الفلاني مقابل ان انت تطلع تتكلم لمدة 30 ثانية دقيقة دقيقتين على حسب طول الفيديو عن المنتج بتاعنا. وده اللي ناس كتير قوي بتعمله برضه، يبقوا مشغلين اعلانات بلس بيبقوا مخصصين جزئية من الفيديو بتاعهم بيتكلموا عن المنتج بتاع السبونسورشيب دي بتاع ايا كانت الشركة اللي بتديك ايا كان اي حاجة دي. تمام. فدي الحاجات الطرق الوحيدة زي ما بقول اللي انت ممكن فعلا تدخل لنفسك دخل من خلال اليوتيوب. عدا ذلك زي ما انتم شايفين الارقام كلها صفر 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 في كل حاجة. طيب يا عبد الرحمن، انا لو عايز ادعمك بايا كان الشكل بس انا ما عنديش الوسيله حاليا ان انا ادعمك بفلوس، بس انا بحب المحتوى اللي انت بتعمله، بحب شخصك، بحب ايا كان اللي انت بتقدمه، وحابب ان انا ادعمك عشان تكمل او تحس ان انت اللي بتعمله ده ليه قيمه او ليه وزن او ليه فايده او ان هو فعلا مؤثر فيا. لان في الاول في الاخر كل اللي احنا بنشوفه كحد صانع محتوى، انت بتشوف الرقم عمال بيزيد، واحد شافوا الفيديو او واحد شخص شاف الفيديو او 10 او 100 او 1000 او 10000 او ايا كان، بس انت مش عارف الموضوع ده سبب لهم ايه بالظبط او حسسهم بايه، ايه الناتج من الفيديو ده، هل هو اثر في البني ادم، هل هو اتعلم حاجه جديده، هل هو استفاد حاجه جديده، هل هو غير في تفكيره او طريقه تعامله او اي حاجه بشكل معين ولا لا. فهو في الاول في الاخر رقم. فعشان كده الحاجة اللي بتفرق مع الشخص صانع المحتوى جدا جدا، وفي حالة الشخص اللي مش بيدخله دخل او الدخل بتاعه مش كبير مقارنة بالقنوات التانية اللي ليها كذا مصدر وليها كذا طريقة، هو ان انت تتفاعل مع الفيديو. اول حاجة لما بتتفرج على الفيديو لحد اخره بيفرق جدا مع الشخص، معايا او مع اي حد غيري. لما انت تكتب كومنت حتى لو كومنت ملوش اي علاقة، يعني ملوش اي دعوة باي حاجة، برضو بيفرق مع الشخص. طبعا لو انت كتبت كومنت في رأيك الشخصي وناس تانية قرت الكومنت بتاعك ودخلوا علقوا عليه وكل الكلام من ده، برضو هيبقى افيد من اللي هو ان انت تكتب نقطة او اول او تاني او اي كلام الكلام ده. بس الهدف هنا عشان ان الشخص بيبقى قاعد اكتر على يوتيوب وقاعد اكتر على نفس الفيديو وقاعد بيتناقش وبيتفاعل مع الناس، فده بيزق الفيديو اكتر بكتير قوي. تالت حاجة طبعا ان انت تعمل لايك او ان انت تعمل شير، ان انت تشارك الشخص او اشخاص تانيين مع الفيديو ده، تشارك الفيديو ده مع اشخاص تانيين. ده برضو بيفرق جدا 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 في المحتوى. في الاخر ان هو يوتيوب بيشوف ايه ده الناس بتشارك الفيديو ده معناه ان الفيديو ده يستاهل المشاركة يستاهل النشر، فانا هزقه اكتر هوصله لناس اكتر فناس اكتر تقدر تشوفه. واخر حاجة ان انت تعمل فعلا سبسكرايب. عدد الناس اللي عاملين سبسكرايب عندي يعتبر 30% من اللي بيشوفوا الفيديوهات، يعني لو في 10000 واحد شافوا الفيديو في 3000 واحد بس عاملين سبسكرايب و7000 مش عاملين سبسكرايب، مع ان ال7000 دول بيتفرجوا دايما، هم موجودين وبيتفرجوا وبتاع مش عارف ايه. انا مش بشتكي مش بلومهم مش بعمل اي حاجه، لان لحد دلوقتي مفيش ولا فيديو نزلته قلت يلا بقى اعملوا شير وسبسكرايب وبتاع مش عارف ايه. لاني اولا ما كنتش حابب اعمل كده، يعني مش عارف الصراحه ما استلطفتش الدور ده، وثانيا ما كنتش عارف تاثيره هيبقى عامل ازاي. ولكن في الاخر اتضح ان لا، الناس اللي بتقولك والله لا يا جماعه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او ما تنسوش تشير او ما تنسوش تعلقوا وتكتبوا الحاجات كذا رايك، تتفاعل مع الناس، تعمل لايك، تعمل مش عارف ايه، الحاجات دي بتفرق جدا في الاخر يعني. فعشان كده زي ما بقول لكم الارقام هنا بتاعه القناه بتاعتي والفيديوهات وشكلها عامل ازاي، كم واحد تفاعل، عدد السبسكرايبرز زاد قد ايه، الناس بتعمل كومنتات قد ايه، بتعمل لايك قد ايه، بتعمل شير قد ايه، كل الحاجات دي بتظهر لي وبتبان لي. وكل الحاجات دي كل ما بتزيد زي ما قلت لايك كومنت شير سبسكرايب ان كان بسبب فيديو معين، الموضوع ده بيزق الفيديو جدا. يعني حتى لو انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي حالا واكتشفت ان انت مش عامل سبسكرايب ورحت دوست على سبسكرايب، هيجيلي ان انت دوست سبسكرايب عشان الفيديو ده في خلال الفرجة بتاعتك على الفيديو ده. وده برضو هيودي رسالة او سيجنال ليوتيوب يقول له ان الفيديو ده كان كويس لان هو جاب له سبسكرايبرز اكتر او لايكس او كومنتس او تفاعلات بشكل عام اكتر. بس فدي الحاجات اللي انا كنت حابب اشاركها معاكم. شكرا جزيلا لكل اللي عاملين سبسكرايب، شكرا جزيلا اللي معايا من الاول خالص، كل الشباب الحلوين وعثمان وعمار ويوسف ومحمد وعبد الرحمن واحمد وكل الناس الحلوه، شكرا جزيلا ليكم ان انتوا بعد اكتر من سنه لسه موجودين هنا زي اول يوم سبحان الله، وان احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتير من الحاجات اللي انا بشاركها دي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى مواضيع اتقل واقوى ونشتغل شغل حلو جدا يعني ان شاء الله سوا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وانبسطتوا وتعلمتوا حاجه جديده النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. شكرا جزيلا، متنسوش تدعوا لي والسلام عليكم.